تخيل انك اول الشهر والمرتب بتاعك نزل والدنيا تمام، وبعد يومين تفتح التطبيق البنكي تلاقي رصيدك ناقص شوية، فتقول اكيد انا صرفت حاجة صغيرة وانا مش واخد بالي. لكن لما تيجي تبص في تفاصيل الحساب هتلاقي ان الخصومات دي خصومات صغيرة بس متفرقة، يعني 20 جنيه هنا و50 جنيه هناك و120 جنيه على تطبيق موسيقى، وخصم تاني لفيديوهات، وتطبيق تالت للتمارين، ورابع عشان التخزين السحابي. المشكلة مش في ال20 جنيه أو ال50 جنيه، المشكلة في إنها بتتكرر كل شهر وإنت مش واخد بالك إن جيبك بيتفتح أوتوماتيك. الناس فاكرة إن الاشتراكات الشهرية شيء بسيط، لكن الخطر الحقيقي مش في وجودها، إنما في عدم وعيك بيها، وفي إنك بتدفع اشتراكات لخدمات أنت مش بتستخدمها أصلا، كأنك بالظبط بتأجر شقة وأنت مش ساكن فيها، وبتدفع الإيجار كل شهر وأنت أساسا ناسي العنوان. بس خليني أكون منصف، الاشتراكات دي فيها حاجات مهمة جدا ومفيدة كمان، زي مثلا تطبيق تعلم لغة أو موقع كورسات أو منصة شغل حر زي الفريلانسنج أو خدمة تحفظ لك بياناتك. يعني الاشتراكات مش لصوص، لكن دي أدوات، والمستخدم نفسه هو اللي بيحولها يا إما الاستثمار في نفسه يا إما استنزاف من غير وعي. السلوك الصحيح مش إنك تلغي كل الاشتراكات، لكن إنك تراجعها وتقيمها. اعمل لنفسك عادة بسيطة كل أول شهر، افتح حسابك البنكي أو محفظتك وشوف الخصومات التلقائية. اسأل نفسك، هل أنا فعلا بستخدم الخدمة دي؟ هل في بديل أرخص أو خدمة مجانية تأدي لنفس الغرض؟ وهتتفاجئ إنك ممكن توفر مبلغ محترم من غير ما تحرم نفسك من حاجة ضرورية. خدها قاعدة، الاشتراك اللي يطورك أو يوفر لك وقت أو يزود من دخلك ده بيساوي استثمار، أما الاشتراك اللي بيملى وقتك وفراغك من غير فايدة فده يعتبر استهلاك واستنزاف لدخلك. يعني الاشتراك في منصة تعليمية أو كورس يفيدك في شغلك فده يعتبر استثمار، واستثمار ذكي جدا كمان. لكن الاشتراك في حاجة مش بتفتحها غير مرة كل شهر ده يعتبر نزيف للفلوس ولدخلك. خليني أقولك على شوية نصايح تحطهم دايما قدامك. الاشتراكات مش عدوك، لكن لازم تراقبها. راجع خصوماتك الشهرية اللي بتتخصم منك كل شهر واحذف اللي مش بتستخدمه منها أصلا. اعتبر كل اشتراك زي الصفقة، قيمها كل شهر قبل ما تجددها. خليك واعي إن كل خصم ولو صغير ده جزء من دخلك اللي انت تعبت عشان تتحصل عليه، يعني لازم تراقبه. الوعي الصحيح هو انك مش تمنع الخصومات، لكن في انك تعرف مصدر الخصومات دي ايه وايه هي القيمة الحقيقية اللي بتاخدها مقابل الخصومات دي. كل خدمة او اشتراك بيخصم منك مبلغ ولو حتى صغير فده بياخد جزء من مجهودك وتعبك اللي اديته طول الشهر، فخلي الاشتراك بتاعك ايا كان نوعه ايه ياخد حقه بالعدل مش بالعادة. وخلينا افكرك ان الحلقة الجاية هتكشف لك واحدة من اخطر العادات اليومية اللي بتخلي الناس تحس انها غنية وهي بتفلس من غير ما تحس. كان معاكم احمد مبروك من فلوسك تحت السيطرة، اشوفكم على خير والى اللقاء.